اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هتكلم على ازاي يبقى عندي ثقه بنفسي. والحلقه دي انا شايفه ان اكتر ناس لازم يشوفوها الاشخاص اللي هم شايفين ان هم عندهم سيلف استيم ايشوز او مشاكل بالثقه بالنفس، والاشخاص اللي بيربوا الاهالي اللي لسه جايبين اولاد او ايا كان. لان ازاي يبقى عندك ثقه بنفسك؟ انت محتاج يبقى عندك هويه. بس يعني that's the key word. ازاي يبقى عندك ثقه بنفسك؟ انت محتاج يبقى عندك هويه. يعني ايه هويه؟ يعني انا دلوقتي ليه ثقتي بنفسي ممكن تتهز؟ ده بيبقى اكتر من سبب. السبب الاولاني ان انا ممكن اكون اتحط باشخاص سلبيين، فقعدوا يدوني كومنتس، ادوني تعليقات سلبيه على جسمي او على شعري او على مستواي التعليمي، على اهلي، على ايا كان. اللي بيحصل ان انا قلت قبل كده العقل بتاع البني ادم ما بيفرقش ما بين المعلومه الصح والغلط. يعني انا لو كل يوم صحيت الصبح قلت لنفسي انتي سوبر هيرو بعد فتره هصدق ان انا سوبر هيرو فعلا. ولو صحيت كل يوم قلت لنفسي انتي مثلا قطه، انا مع الوقت ممكن اصدق ان انا فعلا قطه يعني. فهي الفكره ان ايه، نفتكر عارفين الفيلم بتاع انا مش طويل وهبل انا قصير، انا مش قصير قزع انا طويل وهبل. ده سايكولوجي، ده صح. ان انت تخلي الشخص يقعد الحاجه تتعاد ايا كان هو يعيدها لنفسه او حد يعيدها له، مع الوقت الشخص ده هيصدقها. فعشان كده انا ممكن اجيب حد جميل جدا جدا بس كل يوم اقول له انت وحش، انت محتاج تشتغل على نفسك، انت مش جميل. مع الوقت الشخص اللي جميل جدا ده واللي انت بتبص له واو بتتوهم بيه هو مش هيبقى عنده ثقه بنفسه. فدي احد اسباب ان شخص يفقد ثقته بنفسه. السبب التاني ان انت ما يبقاش اهلك ربوك عندك هويه، وده معظمنا تقريبا. يعني احنا برضو ايه، في مصر ما عندناش المستوى التعليمي، فالاهالي ما عندهمش، يعني هما ما بيعرفوش ازاي يربوا. يعني احنا اهالينا خلفونا وطلعونا كده، مش يعني انت وحظك بقى، اهلك طيبين طلعت زيهم، اهلك رود طلعت زيهم. فهي الفكره ان في حاجه اسمها هويه، ان انا اطلع ابني ده لما اربي جواه الثقه بالنفس واربي جواه ان هو يحب نفسه ويحترم نفسه، مش هيجي حد يهزه. يعني انا لو عندي ولد او بنت كل يوم بصحى الصبح اقول له انت تخين، انت رفيع، انت لازم تخس، بص لنفسك، انت وسط اصحابك انت اتخن واحد، ما ده اكيد لازم يبقى ثقته بنفسه ضعيفه. لكن انا لما اطلع ابني اقول له انت حلو في كل الاشكال، انت شكلك حلو، انت لازم تبقى متقبل نفسك، لازم تبقى فخور بنفسك. لما اجيب ابني اقعد اقول له انت اخيب من اصحابك، بص مش عارفه صاحبك جايب درجه كام وانت جايب كام. هو ولد هيطلع عنده تفكير انا شخص غبي، فلما يجي له شخص قدام في الشغل يحاول يقلل منه هو اكيد هيجو فور ات. واي؟ لان انا كأم او كأب ما طلعتش فيه ثقه بنفسه، فهو شخص مهزوز. لكن انا لما ابني يجيب الدرجه اقول له برافو يا حبيبي، عايزين بس نحسن المره الجايه شويه، جود وورك، برافو عليك، احنا بس المره الجايه هنجرب مش عارفه ايه يمكن يجيب لنا نتيجه احسن. فهو الولد هيطلع كونفيدنت، هيطلع واثق من نفسه، فمش هيقعد يدخل نفسه بقى في مقارنات ويشوف مين احسن ومين اقل ويبدا يحزن ويبقى مكسوف من نفسه. مش هيبقى فيه شيمينج، مش هيبقى فيه حته ان انا مكسوف من نفسي. ففين الهويه؟ احنا دلوقتي بلاقي الام جايبه لي ابنها خسسيه اتصرفي فيه. انت ابنك ده فين هويته؟ يعني هو ابنك كده فقد هويته، هو دلوقتي كل تفكيره عن نفسه انا واحد تخين، انا لازم اخس عشان ابقى زي الناس، عشان ماما بتقولي اني اتخن واحد في العيله، اصل ماما بتقولي ان انا اتخن من اصحابي. فهو حتى مش عايز يخس عشان نفسه، ده جاي يخس عشان الناس، عشان هو ما عندوش هويه، مش عارف يعني ان عادي ممكن انا ابقى مليان، عندي واحد صاحبي يبقى رفيع. دلوقتي فكره ان مثلا البنات السمر، ليه عندنا فير اند لافلي كان ناجح لسنين؟ لان الناس مش متقبله ان واحده تبقى سمراء او ولادها سمر. هم شايفين ان الجمال عند المصريين انت لازم تبقى ابيض، لازم تبقى زي صباح، لازم تبقى زي الناس البيضه ام عيون ملونه. ان واحده تطلع سمراء دي لا لا مش هتبقى حلوه. فيلا نبيع بقى هويتنا ونضيعها ونبدا نحط بقى في فير اند لافلي وندور على كريمات تفتيح ومش عارفه ماسك ايه بيفتح البشره، وتلاقي كل الناس بتدفع مبالغ طائله في الحاجات دي. لان هو ما عندوش هويه. واحده تابعه قالوا لها ان البياض حلو يا عيني اضطرت تجري وراهم. فين انا هويتي؟ فين انا سمره وعاجبني سمري؟ فين انا شخص مليان ومتقبل نفسي؟ فين انا جاي من ظروف بيئيه معينه بس انا قابلها؟ انا محجبه وقابله حجابي، مش هغير من البنات اللي بشعر، وانا بشعر وقابله ان انا بشعر، ومش هغير من البنات المحجبه ومش هحس اني اقل منهم. انت تعالوا نديكوا اكزامبل على البنات بالذات لان هم اكتر ناس بيتاثروا في المجتمع. لما نيجي نبص لموضوع الحجاب اللي حصل السنين اللي فاتت،
جت فتره الحجاب زاد. ليه؟ لان البنت اللي مش محجبه، مسلمه مش محجبه، دي يعني سوري يعني واحده مش مظبوطه، واحده مش بتاعه جواز، واحد يا دوب يصاحبها. وده الكلام اللي كان بيبقى وسط يعني الاهالي، اللي هو مش هتجوزك انت كده يا صاحبك، البنت المحجبه هي اللي ربة منزل. واحد يوم ما بيجي يتجوز بيتجوز البنت المتحشمه وبيصاحب البنت اللي مش عارفه ايه اللي حصل. اتحجب. اول ما الكالتشر دي اتغيرت، او فجاه الناس حست ان احنا ايه الفيك ده وانا مش مبسوط، فجاه كل الناس قلعت الحجاب. لان هما اصلا ما عملوهوش عشان هما مؤمنين بيه، عملوه عشان ما عندهمش هويه. هي مش محترمه نفسها عشان المجتمع مش سامح لها تحترم نفسها، فقررت ان هي تقلع الحجاب. الاسوأ بقى اللي قلعت الحجاب وهي اصلا عايزه تبقى محجبه، بس قلعته عشان فجاه حست ان هي مش حلوه وسط اصحابها، او ان اصحابها بقوا ملفتين اكتر، او ان مش عارفه صاحباتها قلعوا حجاب فجاه اتخطبوا وارتبطوا وصاحبوا وهي قاعده في مكانها، فقالت تعمل زيهم، ففقدت هويتها. انت هويتك محجبه، ما ينفعش تفقدي هويتك عشان حد. لما انا دلوقتي ابقى شخص مربي مثلا شخص متدين، لما الشخص ده يدخل وسط مثلا كلاس معين، الكلاس ده كله ناس مش متدينه او لو انا مربي في ابني او بنتي ان انت متدينه ولازم تبقي واثقه من نفسك وانا ماليش دعوه بحد، لما يجي حد يقول لي ايه ده وانت لسه بقى بتروح الكنيسه، او ايه ده انت لسه بتروح الجامع، وقلبها تريقه، انا مش هتضايق، مش المره الجايه مش هتكسف، وبعد فتره مش هبطل اروح الكنيسه او الجامع، لان انا عندي هويه، مش محتاجه اقلد الناس دي، ومش مكسوف ان انا اقف قدام الناس اقول لهم ايوه انا بروح الكنيسه، انا بروح الجامع، انا متدين مثلا. والعكس صحيح، لو انا شخص مش متدين مش هخاف اقول قدام الناس انا مش متدين، مش هقعد امثل واعمل الحاجات الغريبه اللي احنا بنشوفها على الفيسبوك دي. تلاقي واحد داخل لك كاتب لك ايتين واحنا عارفين كويس هو حقيقه بيعمل ايه، بس هو خايف ان الناس تعرف ان هو مش متدين، فبيأمن نفسه عشان العيله وعشان الكلام وعشان اصحابه. كل ده ليه بيحصل؟ عشان احنا ما عندناش هويه، ما تربيناش ان انا كديانه اطلع عندي ثقه بنفسي، وانت عندك ثقه بنفسك، انت حلوه وانت رفيعه يا حبيبتي، مش محتاجه تزيدي عشان تبقي حلوه، وانا حلوه وانا مليانه ومش محتاجه ازيد عشان ابقى حلوه. انا كنيوتريشنست الناس بتيجي متخيله ان النيوتريشنست ده واحد مثلا رفيع، مستغربوا ان انا ممكن اكون بالنسبه لهم انا بلس سايز. لا، انا سعيده بان انا بلس سايز، لان انا بحب بلس سايز موديلنج، وبحب الناس البلس سايز، بحب البنات الكيرفي، انا ما بحبش الرفيعين، دي هويتي. انت جاي بتدور على شخص يرفلكت الحاجه اللي انت بتحلم بيها، دي مش مشكلتي. انت عايز تبقى رفيع ابقى رفيع، لكن انا مش هخسلك. مش معنى ان انا نيوتريشنست ان انا ابقى مفروض رفيعه، عشان معظم الناس اللي في المجال بيحبوا دايما يبقوا رفيعين. مش معنى ان انا ابقى ترينر ان انا اروح اقعد انجك واديها جي اتش وبيبتايدز عشان ابقى ضخمه، عشان معظم الترينرز ضخام فانا وسطهم هبقى الكوكو رفيع. لا، انا ترينر وانا مش بالكي، وانا واحد متعلم ومعايا شهادات تاهلني ابقى ترينر. انت جاي عايز تبقى بالكي ومنفوخ، من عينيا اخليك ما بالكي ومنفوخ، لكن انت مش هتحقق امنيتك فيا عشان انا عندي هويه، ومش هتاثر، مش هبدا بعد فتره افكر لا ما اضرب جي اتش، ما الكل بيضرب، ايه المشكله؟ لا، لان انا عندي هويه وانا عندي ثقه بنفسي، واعرف ان انا صح حتى لو مختلف، ومش همشي ورا هوجه بتاعه الانجكه والعضلات الفيك والحاجات دي. فهي الفكره ان انت عشان يبقى عندك ثقه بنفسك انت محتاج انك للاسف تطلع في اسره تعرف تعلمك حاجه زي كده، واحنا عندنا ده مش موجود. everyone ما فيش عندنا الثقافه دي، ما عندناش اهالي مثقفين ومتعلمين. انا بيجي لي ناس بيحزنوني، يعني بيبقى اب وام البوزيشنز بتاعتهم عاليه جدا وظروفهم الماديه كويسه جدا وزفت، يعني ما بيفهموش، ما بي يعني الطريقه اللي بيعاملوا بيها ابنهم وعايزيني اعملها اعامل ابنهم او بنتهم بيها طريقه بتاعت ناس ما يعرفوش يقروا ويكتبوا. ببقى بحاول افهم انتوا ازاي معاكم شهادات، ولا معاكم فلوس، ولا عايشين في منطقه كويسه، ولا اي حاجه، وليه اصلا تجيبوا عيال، انا مش عارفه. فهي الفكره بقى احنا نحاول نصلح نفسه. انا اتكلمت في الجزء بتاع الاولاد، اللي عنده اولاد يا جماعه اتقوا ربنا فيهم، يعني حاولوا تطلعوا عندهم حته، ما تقارنهمش بحد، طلعوا عندهم حته هويه، وان انا يبقى عندي رضا بنفسي، وان انا لما اشتغل على نفسي مش اشتغل على نفسي عشان كارهها. انا مش بخس عشان انا وحش، انا بخس عشان اصلح صحتي، انا بذاكر عشان ابقى ناجح مش عشان ما ابقاش فاشل. نحاول ناخد بالنا من الكلام اللي بنقوله. بالنسبه بقى للاشخاص اللي زينا كده الضايعين، اللي هم بيحاولوا يا عيني يتقبلوا نفسهم ويعيشوا معاها، اصحى كل يوم وقول لنفسك كلام ايجابي. كل حاجه حواليك هتقولك حاجه سلبيه. طول ما انت قاعد بتتفرج على في التي في هتلاقي برامج بتقولك انك لازم تعمل حاجات عشان بشرتك وعشان جسمك وعشان كرشك وتحسن كذا، هما اللي بيقولوا لك انت المفروض تعمل ايه، بس ده مش صح. انت المفروض يبقى انت عندك هويه، ويوم ما تعمل حاجه تعملها عشان نفسك مش عشان حد. الموضوع مش سهل خالص، وكل المجتمع حواليك سهل، فمش سهل، مش سهله ان انت تصحى كل يوم الصبح تبص نفسك في المرايه وتقعد تقرف من نفسك او من شغلتك او من اهلك او من المنطقه اللي انت عايش فيها،
السلبيه مش هتنجحك، مش هتوصلك لحاجه. لازم تبقى انسان ايجابي مع نفسك وتتقبل نفسك وتبدا تشجعها. انا عايزه اخس مثلا، اقعد اقول انا حلوه بس انا عايزه ابقى احلى، اشجع نفسي، اعمل تشينجز بسيطه لغايه لما الدنيا تمشي. كاره شغلي ماشي، ابدا احاول بالراحه اخد كورسات ولو حتى اونلاين عشان ما تبقاش مكلفه وما تبقاش ليها مواعيد معينه، وابدا اشوف لو في اوبورتونيتي هتيجي قريب ابدا اقدم في حاجات، بحيث بدل ما انا اقعد احس ان انا شخص قليل وفاشل وفقير ووحش وكل الحاجات دي، ابدا بالراحه اغير الواقع اللي انا مش قابله. فربنا يدينا كلنا يعني ايه النعمة ان احنا نبقى عندنا رضا، لان دي اهم حاجة. وتعملوا براكتسنج كتير، ودي مجرد فكرة يعني، هو موضوع كبير بس انا بحاول انجزه يعني. هحاول اعمل لكم حلقات تانية كتير عن الحاجات الخاصة بالارشاد النفسي، الخاص بالثقة بالنفس. Thank you so much for watching. تقدروا تشوفوا بقية حلقات على ديانا عياد على يوتيوب. باي.